ايه هو دور العلاج الكيماوي في اورام البنكرياس؟ اولا، مش كل مرضى اورام البنكرياس بيحتاجوا علاج كيماوي، على حسب حاله كل مريض. في مريض بيحتاج وفي مريض ما بيحتاجش. امتى مرضى اورام البنكرياس بيحتاجوا علاج كيماوي؟ في 3 حالات. ممكن بنحتاج ندي علاج كيماوي قبل الجراحه، ودي بنسميها نيو ادجوانت ثيرابي. وبندي العلاج الكيماوي هنا في حالات لما يكون الورم حجمه كبير، خصوصا لو كان قريب من الاوعيه الدمويه. بدي العلاج الكيماوي عشان اصغر حجم الورم واحسن فرصه استئصال الورم من 50% ل 90%. مريض اورام البنكرياس ممكن يحتاج برضه ياخد علاج كيماوي بعد الجراحه، ودي بنسميها ادجوانت كيموثيرابي. بنديه امتى بعد الجراحه؟ في حاله ان الغدد الليمفاويه اللي احنا شلناها تكون مصابه بالورم، وهنا بندي العلاج الكيماوي عشان اقلل نسبه ارتجاع الورم واعلي نسبه الشفاء. ممكن برضه بندي علاج كيماوي في الحالات اللي لا قدر الله يكون الورم فيها منتشر او في عدم القدره على استئصال الورم جراحيا، ودي بنسميها بالياتيف كيموثيرابي. وهنا بندي العلاج الكيماوي علشان خاطر نحسن اسلوب الحياه والمعيشه عند المريض. وبالتالي كل ما حضرتك تكشف بدري وتتشخص بدري وتتعالج بدري، هتتجنب العلاج الكيماوي سواء كان قبل الجراحه او بعد الجراحه. كمان نسبه الشفاء هتبقى عاليه باذن الله تعالى.